لما حد يلعب مع كلبك، لو مش عايز حد يلعب مع كلبك يا روكي تعالى. بص ما بنلعبش خالص، بيلعبوا. بص كده الكلب مش هيلعب معاه خالص، احنا فهمناه. بص هو بيلعب خالص اهو. شوفوا احنا وصلنا الكلب ازاي ان هو ما يلعبش، وحتى لو انت جاي تلعب معاه او تأمن له مش بضرب ولا بأي حاجة طبعا، حاجات فنية اهو. بص شايفين المهاجم بيحاول يلعب معاه، ومش طبعا هيقدر يحط ايده عليه الكلب ولا يحله، صعب انه يجي يحل. بص عايز يقرم بايديه، بص ركز. شايفين مش هيأمن له خالص. هو ده التدريب، ان احنا ازاي الكلب ما يتسرقش مننا وما يلعبش مع اي حد غريب. بص داخل يلعب اهو. شايفين لعب كده، مفيش اي تهديد، مفيش اي صوت، مفيش اي حاجه تخلي الكلب يبقى ايه يصار. يعني احنا ما بنعملش اي اثاره عشان الكلب ينبح ويبقى اجريشن عليه. بص على الهادي يا زبدي، على الهادي يا زبدي، العب يا زبدي، العب 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 العب. شوف ازاي الكلب مش مطمن حتى لو عمل له ايه. شايفين التدريبات اللي هي ان على فكره الكلب لسه كمان 6 شهور، يعني الكلب صغير، يعني لما يبقى ناضج قوي. روكي ايه روكي تعالى يا روكي. شايفين شعر ظهره؟ يا روكي تعالى. بص مفيش تأمين خالص، مش هيأمن له خالص طول ما هو كده يعني بيتأسس صح. يبقى الكلب الحراسة الصح اللي هيخش في المكان، في الفيلا، على السطح، البيت، اي مكان، الكلب يبقى عارف ان دوت غريب مهما كان. يا روكي احنا بنعرفه الغريب من القريب طبعا. تعالى يا روكي. شايفين الخش بيلعب معاه اهو. تعالى يا روكي. بص نظراته. تعالى يا روكي. شايفين رافع دماغه عليه. انا بتحداكي يعني، مش باصص له لفوق ومش هأمن لك وبهدد. خش تاني. ركزوا بقى شويه عشان هنلغي قصدي هنخلص الفيديو. يا روكي بص الكلب بيسهيه وعايز يجيبه. بص يا ابن اللذينه. يا روكي خد تعالى. استنوا بقى الكلب دوت لما يبقى ناضج كده، وهنوريكم شغل فيه كتير عالي.